القوائم اللي هكلمك عليها النهارده دي من اخطر القوائم في تصميم المطبوعات. ممكن تكون انت ما شفتهاش قبل كده او شفتها بس مش عارف لازمتها ايه. الحلقة دي لو فهمتها صح ممكن رؤيتك لتصميم المطبوعات يتغير تماما، لان انا في السلسلة دي مهتم ان اعلمك اساسيات التنفيذ لتصميم المطبوعات. علشان كده النهارده اكلمك عن قائمة من اهم القوائم الخاصة بتصحيح وتعديل الوان الطباعة. بس قبل ما نبدأ، لو لقيت منكم اهتمام حقيقي ودعم حقيقي في اللايكات والكومنتات، هعمل لكم مفاجأة حقيقية في شهر رمضان الكريم تودي مستواكم في حتة تانية. ويلا بينا نخش في شرح على طول. القائمة اللي هنتكلم عليها النهارده هي قائمة في برنامج إليستريتور، والقائمة دي اسمها سبريشن بريفيو، وهي خاصة بعمليات فصل الألوان والتجهيز والمعالجة قبل عملية الطباعة. خلينا نفتح كده. بص، هنجيبها من ويندو وبعدين هننزل تحت ويندو لحد ما نفتح سبريشن بريفيو. فتحنا سبريشنز بريفيو وهنيجي هنا كده نشوف القائمة دي عبارة عن ايه. القائمة دي بيكون فيها السي ام واي كي بتاعتنا، اللي هو نظام الألوان اللي احنا قايلين ان احنا لما نيجي نشتغل طباعة هنكون شغالين على نظام ألوان سي ام واي كي. طب نظام الألوان ده فيه 4 ألوان رئيسية: سيان، ماجنتا، يلو، بلاك. دول ال4 ألوان الرئيسية في عمليات الطباعة. اشمعنى ال4 ألوان دول؟ لأن دول الألوان أصلا بتاعت الأحبار اللي بتتحط في مكان الطباعة. ليه ما فيش ألوان زيادة عليها؟ الألوان دي تخلطهم وتجميعهم مع بعض بيوصلوك لأي لون أنت عايزه ممكن يتحط على المطبوعات. مثال، يعني لو حطينا لونين مثلا مع بعض زي الماجنتا واليلو هيطلعوا لك بيون لون احمر. لو حطينا مثلا عليهم 30 مثلا في المية اسود يخلوا اللون نبيتي. لو عملنا سيان ويلو هيطلعوا لك لون اخضر. فدايما تركيبات الالوان عن طريق الدرجات بتاعتها تطلعك لالوان تانية مختلفه تقدر تستخدمها في عمليه الطباعه. الاربع الوان دول لو اختلطوا مع بعض بدرجات مختلفه يطلعوا لك كل الالوان اللي انت عايزها. اهم حاجه النقطه دي تكونوا فاهمينها عشان دي هتفرق معانا في شرح قائمه سبريشنز بريفيو. احنا في السلسله دي مش مهتمين خالص ان احنا نركز على حته التصميم والابداع. احنا اهم حاجه عندنا دلوقتي اساسيات التنفيذ، ان احنا نطلع طباعه مظبوطه. انا دلوقتي معايا فلاير، ده تمبلت كده مش لحاجه معينه، عايزين بس نتست عليه ونعرف الالوان اللي موجوده فيه. اول حاجه انا عندي هنا لو جينا شلنا الالوان كلها كده وسيبنا السيان بس، ده اللون السيان اللي موجود في التصميم. حطينا الماجنتا وشلنا السيان، ده اللون الماجنتا اللي موجود في التصميم. واخدين بالكم من درجه الالوان؟ لو شلنا الماجنتا وسيبنا اليالو مثلا يبقى ده درجه اليالو اللي موجود في التصميم. ولو كذلك برضو البلاك، دي درجات البلاك اللي موجوده في التصميم. حطينا الاربعه على بعض يطلع التصميم النهائي. ليه كل درجه لوحدها او ليه كل لون محطوط هنا لوحده؟ كل لون محطوط هنا لوحده عشان عمليه الطباعه بتتم بالطريقه دي. يعني هي الفلاير ده مش هيطبع مره واحده يطلع بالالوان الاربعه دول، لا، هيطبع لون لون. يعني مثلا الاول هيروح مثلا مطبوع السيان، هتلاقي الورقه الاول طالعه بالشكل ده. بعد كده تخش المرحله الثانيه اللي هي الماجنتا، فتلاقي الورقه طالعه ان هي بقى عليها السيان والماجنتا بقت بالشكل ده. تخش ثالث لون اللي هي اليلو، تلاقي الورقه طالعه السيان والماجنتا واليلو فبقت بالمنظر ده. تخش رابع لون البلاك، يبقى كده نطلع النتيجه النهائيه بتاعتنا للتصميم. فهمتوا الفكره؟ يعني عمليه الطباعه ما بتتمش مره واحده، بتتم على 4 مراحل اللي هم ال4 الوان بتوعنا. واللي عايزك برضو تبقى فاهمه ان مش كل مكان الطباعه 4 لون. يعني مش كل المكان فيه السيان والماجنتا واليلو والبلاك. في مكان بيكون عباره عن لون واحد، اللون واحد ده بتحط فيه الحبر اللي انت عايزه. يعني مثلا هو المكنه لون واحد، بيبدا يدخل الطباعه الورق بتاعه وبعدين يطبع مثلا السيان، بعدين ياخد الورق من الناحيه الثانيه ويبدا يدخله تاني، بعدين يحط عليه اليلو، وبعدين كذلك يلف لحد ما يحط عليه الاربع الوان. لو هو واحد لون، لو هو 2 لون بيركبوا لونين بس وبعدين بيغيروهم باللونين التانيين. لو مكنه 4 لون دي بتاخد ال4 الوان ورا بعض. يعني الورقه بتخش بتعدي على السيان واليلو والماجنتا والبلاك. طبعا المعلومات دي ممكن تقول ان هي ما تخصكش كجرافيك ديزاينر، بس لو انت جرافيك ديزاينر متخصص في المطبوعات لازم تكون عارفها، لان ممكن العميل اللي يتكلم معاك او يقعد معاك يكون شاف الحاجات دي بعينيه، فما ينفعش يبقى هو فاهمها وانت مش فاهمها. واصله لك الحته دي؟ خلينا نكمل كده ونشوف ايه فايده قائمه سبريشن بريفيو وازاي بتخلينا نشيك ونعدل على التصميمات بتاعتنا. بصوا كده، انا كده هنا التصميم بتاعي اهو، شيكت على التصميم فلقيت ان التصميم ده نازل في ال4 الوان دول. فكده يبقى التصميم ده 4 لون. لو انت اكيد سمعتها قبل كده في الطباعه ان في حاجه اسمها تصميمات 4 لون. انا كده التصميم نازل عندي في ال4 الوان بتوعنا. ايه المشكله اللي ممكن تحصل لي لو الدرجات نازله بشكل عشوائي؟ يعني التصميم ده لو اتطبع ممكن يعمل لي مشكله عامله ازاي؟ المشكله اللي ممكن تحصل لو انت مش مظبط الوان الطباعه عندك بالسبريشن بريفيو وعن طريق ان انت معدل درجات الالوان، ان ممكن درجات الالوان دي تلاقيها مش مستقره في الطباعه. يعني مثلا ده لون اسود، اللون الاسود ده ممكن تلاقيه في شويه من ورق الطباعه قالب شويه مزرق شويه مصفر
شويه قلب على اخضر، فتلاقي ان درجات الطباعه دايما مش مظبوطه لان انت ما صححتش الالوان قبل ما توديها لعمليه الطباعه. عن طريق القائمه دي بقدر ان انا اصحح الالوان قبل ما تخش عمليه الطباعه. طب انا بصحح الالوان ازاي واعرف اذا كانت هي بايظه او فيها مشكله ولا لا؟ بص يا سيدي، انت دلوقتي عندنا مثلا احنا التصميم اللي قدامنا ده يعتبر الالوان اللي ظاهره فيه اللون الاسود والجريدينت اللي لونه احمر على احمر غامق شويه، يعني احمر في نبيتي كده. مبدئيا كده لو انت ناوي تشتغل تصميمات طباعه بيفضل جدا انك تبعد عن التدرجات اللونيه. يعني لو انا عندي مثلا لون احمر زي ده كده في احمر في نبيتي، انا هبدا اشوفه كده، امسكه هو كده معمول له ماسك، فهنعمل ريليس للماسك بتاعنا عشان نقدر نمسك جزء. فهمسك مثلا الجزء الاولاني ده، الجزء الاحمر في نبيتي ده، هضغط على قائمه جريدينت عشان اشوف الالوان بتاعته. يعني انا هنا هو ده مش فيل كلر، ده جريدينت كلر، فتحت الجريدينت عشان اشوف الالوان بتاعته. فلو فتحت مثلا درجه من درجاته هتلاقي ان دي هنا الدرجه بتاعت اللون الاحمر. الدرجه اللي موجوده ايه؟ ان الاحمر 0 في السيان، 0 في البلاك، ومكتوب 99 و62 مش عارف من 10 و92 ومش عارف ايه في اليلو. يعني الماجنتا واليلو درجات فيها كسور. بيفضل ان انت تصحح الدرجات دي، يعني الدرجات الارقام دي ان انت تصححها. يعني الماجنتا هنا هنخليه 100% ماجنتا، اليلو هنخليه 100% يلو، فكده بقى الاحمر درجته صريحه في الطباعه. الصناعيه اللي في المطبعه يقدروا يظبطوها بسهوله. فدي الفكره، ان انت بتصمم تقدر توصل الطباعه ان هي تطلع باحسن شكل. طب انا كده ظبطت اللون ده، طب نروح للون النبيتي نشوف درجته عامله ازاي. بص درجته، هتلاقي اللون النبيتي هنا واخد 30% في السيان، 100% في الماجنتا، 100% في اليلو، وفي البلاك واخد 42 و19. طب احنا هنا نعمل ايه بقى؟ لو انا شلت يعني لو مسكت السيان ده وقللته كده عشان نشوف النتيجه، فهتلاقي اللون بتاعنا فتح شويه. ممكن اعوض اللون السيان ده بما ان هي مش محتاجه، يعني اللون الاحمر ما فيهوش ازرق اصلا، المفروض طبيعته ان هو ما فيهوش لون ازرق. فلو انا عوضته بالبلاك فهتلاقي ان انا قدرت برضو اوصل لنفس الدرجات ان انا اعمله عن طريق البلاك بس، يبقى نازل في 3 الوان ما يبقاش نازل في 4. ودي فكره مهمه جدا في عمليه تظبيط الالوان لعمليه الطباعه، ان اللون اللي مش محتاجه تشيله. يعني انا مثلا اللون ده مش محتاج ان يكون فيه ازرق، اشيل الازرق، هو مش محتاج، ممكن اعوض الازرق باللون الاسود، وهتلاقي قدامك بعينيك طالع نفس النتيجه. وهتختلف جدا في الطباعه، هتلاقي النتيجه في الطباعه فرق كبير جدا وفرق احسن بكتير. انا هنا عوضت في البلاك واخلي البلاك بتاعنا مثلا 50%، فتعتبر وصلت لنفس النتيجه. ولو عايز تقله بقى او تقلله براحتك، ممكن تزود زي ما انت عايز، مثلا لو خليته 70% زي ما انت عايز. بس كده بقى التدرج ما بين اللون الاحمر وما بين البلاك، وكده ما بقاش فيه سيان، يبقى كده نازل في ال3 لون. يعتبر التصميم ده كده اللون الاحمر ده نازل في ال3 لون مش في ال4 لون، وده هيطلع نتيجته احسن في عمليه الطباعه. انا خلاص عملت كده، يبقى انا كده ظبطت الحته دي. الموضوع ده المفروض امشي بقى على التصميم كله، يعني كل التصميم ابدا اصحح درجات الوانه، والالوان اللي هو مش محتاجها ببدا اشيلها او اعوضها بالوان صحيحه. بس معلومه برضو، لو انت عايز تكون ديزاينر طباعه وزي ما قلنا كده نبعد عن الجريدينت او التدرجات اللونيه، يفضل ان انا اجي هنا في اللون ده واروح ايه مغيره كله، اخليه في الكلر، اخليه لون واحد. انا هخليه لون واحد احمر، نحط سيان مثلا 00، كتبت 100% ماجنتا و100% يلو، وهعمل بلاك صفر. بص خليته كده احمر صريح. ممكن انت لما تشوف اللون الاحمر ده تقول لي لا ما هو شكله مش حلو على الديزاين وشكله مش حلو في الصوره. هو دلوقتي شكله مش حلو في الديزاين، بس لما انت تشوفه في عمليه الطباعه الفرق بين اللون اللي فيه جريدينت واللون السوليد اللون الصريح، هتعرف قد ايه ان انت محتاج دايما في تصميماتك تبعد على قد ما تقدر عن التدرجات اللونيه، الا اذا كان العميل مصر عليها. فانا كده عملنا اللون بتاعنا هنا احمر، محتاج ان انا اعدل كل الديزاين، كل اللون الاحمر في الديزاين. وهنا عشان اعمل حاجه زي كده محتاج اكون بعرف اتعامل مع ادوات السلكت، او ممكن احددهم واحده واحده، ان انا افك الجروب وابدا ايه اخد مثلا لون زي ده كده وادوس اي اللي هو الاي دروبر واحدد اللون اللي انا عايزه تمام، وانزله تحتيها. ثانيه واحده نفتح كده، ان انا ابدا افكك العناصر. مثلا امسك مثلا لون وادوس اي واختار اللون اللي انا حددته. فانا كده اهو بصوا ابدا بدوس هنا الاختصار حرف الاي عشان يجيب الدايركت سيلكشن، وبعدين بدوس اي عشان يجيب الاي دروبر اللي هي دي القطاره، وابدا اختار اللون اللي انا عايزه. كده انا بعمل الموضوع ده خطوه خطوه. او ممكن اعمله بطريقه تانية، اختار الجزء اللي انا عايزه مثلا زي ده، وبعدين اعمل سيلكت سيم، واشوف هنا هم شبه بعض في ايه. مثلا احنا عايزين نغير الفيل كلر، فاروح مختار هنا الفيل كلر، يروح محدد كل الحاجات اللي نفس الفيل كلر زي بعض، واروح مغيرهم مره واحده. اختار اللون الاحمر الصريح ده او اكتب درجته من هنا تمام. يبقى كده اللون الاحمر اللي نازل معانا ده لون احمر 100%، هيطلع الكواليتي بتاعه او هيطلع شكله في الطباعه مهما كانت المكنه وحشه او مهما كانت الطباعه مش احسن حاجه، اللون هيطلع والكواليتي بتاعه هيطلع مظبوط
في كل الحالات. خلاص انا عدلت الكلام ده، ابدا برضو اعمل بقيه التصميم. عندنا هنا مثلا حاجه زي كده، برضو بدوس اي واختار اللون تمام. وممكن ايه نمسك الحاجات دي. بصوا كده ممكن نفك الجروب لو احنا عايزين نمسكهم واحده واحده. همسك واحده تانية انجروب تاني. بصوا كده المجموعه دي انجروب، نسلكت دي مثلا بس الجريدينت بتاعها بان. ممكن نعمل لها سيلكت برضو سيم ونختار الفيل كلر، ما جابتش حاجه شبهها. نختار سيم ونختار ابيرنس اللي نفس الابيرنس بتاعها، مش جايبه احسن نتيجه. خلينا نحددها كده كده واحده واحده، وهنظبط اللون بتاعهم نخليهم اللون ده. يبقى احنا كده ظبطنا الالوان بتاعت اللون الاحمر في التصميم ده، ان هي بقت في الماجنتا واليلو 100% ماجنتا 100% يلو. بصوا كده لو جينا شلنا الماجنتا وشلنا اليلو هتلاقي الاحمر اختفى. بس في حاجه لسه ما اتعملتش تقريبا. الباك عندنا في جزء هنا الباك جراوند ده واخد لون، فهنمسحه. معلومه برضه عشان تبقوا عارفينها، الباك جراوند هنا واخد لون، انا ما كنتش واخد بالي منه من كتر ما هو فاتح. فانا هضغط عليه كده عشان اشوف درجه اللون بتاعه ده 6 و4 و4. الدرجات البسيطه دي والخفيفه اللي هي الدرجات اللي تحت ال10 في الارضيات ما بتبانش، يعني ممكن تلاقيه مش طالع في الطباعه بس مبهت لون الباك جراوند. فهنا يفضل ان انا اشيله، يعني يفضل لو في درجه خفيفه كده ان هي تتشال، هتطلع افضل في نتيجه الطباعه. دي كلها معلومات تحطها في دماغك، والحلقه دي سيبها واقعد اتفرج عليها كذا مره وراجع المعلومات دي وطبقها في الشغل بتاعك. انا هنا خلاص شلت الارضيه دي، فعشان نشيل السيان والماجنتا يبقى كده اللون الاحمر عندي اختفى تماما. ما بقاش في حاجه، اللي كانت حاجات اللي كان لونها احمر ما بقتش موجوده. هنا بس فاضل اللون الابيض ده، عايزين نخليه ابيض 100% او نمسحه مش فارق، لا هو موجود بلون. فممكن نيجي من هنا ونختاره ان هو يبقى ابيض، وهنا اللون ده برضو هنختار ان هو يبقى ابيض، هنختار برضو ان هو يبقى ابيض. فكده انا ايه بعدل الديزاين بتاعي عشان يبقى شكله حلو في الطباعه. حتى لو شكله على الشاشه مش احسن حاجه، في الطباعه الموضوع مختلف كتير جدا. خلصت ظبطت، نشيل اليلو والماجنتا تاني كده. فخلاص كده يعتبر اليلو والماجنتا في كل التصميم ما بقاش فيه مشكله. عندنا مشكله تانية هنا برضو ناخد بالنا منها ونراعيها في عمليه الطباعه. الحاجات اللي فيها جريدينت او شادو ده بيفضل ان انت تشيله في الطباعه، انه برضو بيطلع ساعات شكله وحش جدا جدا فوق ما انت تتخيل. عندنا الشادو ده هنشيله ازاي؟ لو انا مثلا ماسك عنصر زي ده، هشوف الابيرنس بتاعه، قائمه الابيرنس بتاعتنا هتلاقي القائمه دي اهي، قائمه ابيرنس. فهتخش جوه هتلاقي لو في افكتات محطوطه على الديزاين او على الشيب دي هتلاقيها هنا. فهنقدر نشيل الدروب شادو من هنا، وبرده اللون الاسود ده فيه دروب شادو هنشيله، مش عايزين الدروب شادو. كده التصميم بقى سوليد وبقت كل الحاجات اللي فيه واضحه. نشوف برده نشيك كل، بصوا احنا عملنا كل ما نعمل حاجه نشيك، شيكنا كده ما بقاش عندنا غير بصوا هتلاقي يعني بصوا هتلاقي لو شلنا كده هتلاقي اللون اللوجو او المنطقه بتاعه اللوجو محطوطه برده باللون اللي احنا كنا شايفينه في الاول. فممكن نسلكت عليه ونديله اللون الابيض برده. طبعا احنا ممكن نعمل كل الحاجات دي بالسيم كلر، بس انا بعملها معاكم واحده واحده. انتوا بقى ايه ابقوا شوفوا السيم كلر، عشان الديزاين ده مش احنا اللي عاملينه او احنا مش عارفين كل شيب فيه واخده افكتات ولا هي ده فيل ولا ده ستروك. لو انت عارف هي فيل ولا ستروك ولا واخده بليندنج اوبشن ولا فيها ابيرنس، تقدر تختار على طول من السيم كلر او من الاوبجكت او من سيلكت اوبجكت اللي تحت. لو تقدر تختارها بالتكست تمام، لو انت عايز تختار التكست كله يتغير لون واحد او في تفاصيل كتير او اختيارات كتير هنا ممكن تجربها. عدلنا اللون كده، بصوا كده ما بقاش فيه حاجه، اللون الاحمر كده اختفى معانا تماما. فاضل لنا لونين ايه بقى؟ السيان. بصوا كده لو شلنا السيان والبلاك، السيان والبلاك بيختفوا هنا. وخلي بالكم ان احنا فاضل معانا لون احمر، يعني بصوا لو احنا عملنا كده في لون احمر جاي في الاسود برضه، يعني حتى في درجات الاسود هتلاقي فيها احمر. يعني بصوا لو شلنا كل الدرجات وسيبنا الماجنتا هتلاقي الماجنتا معانا اختفى او اللون الاحمر معانا اختفى، ما عدا ان هو لسه موجود معانا في الالوان اللي هي الخاصه باللون الاسود. في البلاك نازل فيه اللون الاحمر والاصفر موجودين فيهم. فاحنا هنبدا برضه نصحح اللون الاحمر اللون الاسود بتاعنا. فهنيجي هنا نصححه وهنخليه بشكل مبدئي هينزل معانا بالواحد لون في اللون البلاك. يعني بصوا الاسود عندنا درجاته عامله ازاي. الدرجات المختلفه دي ممكن تعمل لك مشاكل كبيره جدا في عمليه الطباعه. ليه بقى؟ لان اللون الاسود هنا عندنا ممكن يعمل لنا مشكله كبيره جدا في الطباعه، وخصوصا الدرجات القريبه من بعض دي. لان مثلا الماجنتا 68% واليلو 67%، لو انا سبتهم بالدرجات دي عمليه الطباعه ما بتبقاش دقيقه قوي. فممكن تلاقي اللون الاسود مره ماجنتا مثلا مره عالي وبقت هي مايله اكتر للون الاحمر، ومره تلاقي اليلو عالي وتلاقي الاسود مصفر اكتر. فهي دي الفكره اللي ممكن تعمل لك مشكله في الطباعه، ودي بتحصل كتير جدا عشان تبقى انتوا بس برضو فاهمين. هديكم بس مثال سريع كده. بصوا هنا، بصوا هنا دي مجموعه درجات لالوان من اللون الاسود. بصوا هنا كل دي درجات سوداء
لو هي من بعيد كده انت مش هتاخد بالك منها، هتفتكرها لون اسود، بس لما يقربوا من بعض يبقى قريبين كده من بعض هتلاقي ان الدرجات دي كلها مختلفه عن بعضها. بصوا الدرجات، يعني بصوا هنا وبصينا هنا كده، بصوا كل واحده ليها درجه هتبدا تبان لما تيجي على اللون الاسود زيها بالمنظر ده كده. بصوا هنا، ده هنا اللون الاسود الشارب، اللون الاسود اللي هو ال 100% بتاعنا، واخد 50 في بقيه درجات الالوان عشان يكون اسود مصمت. وهنتكلم احنا في حلقه مخصصه على اللون الاسود ده لان هو من اخطر الوان الطباعه، فخلينا برضو ده نشيله الحلقه لوحده. تمام، انا كده هرجع للتصميم بتاعي، هنشوف درجات الالوان اللي معانا وهنخليها البلاك عندنا واحد لون. فهنيجي هنا للبلاك مثلا هنسلكت عليها، ممكن عشان ما نعملش سلكت لكل حاجه لوحدها، هضغط عليها كده سلكت واختار سيم واختار مثلا فيل كلر عشان يجيب لي الحاجات اللي شبهها، واجي هنا للون واختار هنا على طول البلاك. الدرجات دايما هنا الاولى في باليتة الالوان بتكون صحيحه، يعني ده احمر صحيح وده بلاك صحيح. فبصوا كده ده مكتوب عليه ريد سي ام واي كي، يعني بصوا هم عارفين الدرجات الصح اللي بتتعمل ازاي. انا هنا اختاره بلاك فانا اخترته بلاك. هنشيل كده البلاك فنلاقي البلاك اختفى معانا كل حاجه في التصميم ما عدا الاسود اللي تحت ده. فهنيجي برده هنا نسلكت عليه، نتاكد بس ان احنا محددينه لوحده، ونيجي هنا نخليه بلاك صريح كده. التصميم بقى معانا ايه؟ بلاك. شلنا البلاك. بصوا كده في الشادو اللي موجود في التصميم في درجات الوان، بصوا درجات الالوان موجوده فيه ازاي. فهنروح نشيل الظل ده عشان الظل ده ممكن برضو يبقى شكله يعمل لنا مشكله في عمليه الطباعه. فهنيجي هنا نشوف بقى ايه الحاجات اللي فيها ظل، وهنختار هنا ابيرنس، هنفتح القائمه دي وهنشيل الشادو، دروب شادو. هنا دي بيبقى فيها اي افكتات موجوده على اي عنصر لو انت منزل تمبلت جاهز وشغال عليه. وهنيجي برده هنا ونشيل برده الشادو كده، نشيل البلاك. في برده عندنا الخطوط الصغيره دي ستروكات الصغيره دي، هنعمل سيلكت سيم وبعدين هنا فيل او نختار ستروك كلر. اخترنا الستروك كلر فهو كده حدد كل الستروكات اللي في الصوره. فهنيجي من هنا ونختاره ان هو يبقى برده بلاك. بصوا كده شلنا كده، بصوا البلاك اختفى تماما، ما بقاش فيه اي حاجه بلاك موجوده. تمام. في بس كلمه هنا فيها ارضيه زي ما احنا اتكلمنا قبل كده على الارضيات، ان فيها ارضيه خفيفه درجاتها خفيفه فهنخليها لونها ابيض صريح، مش عايزين لا 6 ولا 5 ولا الكلام ده، حاجه 6 و5 قربها لصفر خلاص. حاول دايما تصحح درجات الالوان، يعني تلاقي درجه اللون 76 و7 من 10، لا تخليها 70 مثلا او تخليها 80. شوف انهي احسن بالنسبه لك، ما تحاولش تخلي في درجات الوان مكسره او تخلي فيه كسور. يبقى انا كده ظبطنا التصميم بتاعنا، نزلنا البلاك في اللون بتاعه ونزلنا الماجنتا واليلو هو اللون الاحمر بتاعنا، فما بقاش عندنا هنا اخطاء غير بصوا في حاجات بسيطه كده انا شايفها، بصوا بعيني، بصوا في شويه عناوين وشويه حاجات واخده لون تانية، يعني بصوا عشان هي ارضيه فبصوا هي دي زي دي، نعمل سيلكت ممكن نغيرها لوحدها، انا مش عارف هي دي نازله في لون ايه اصلا. دي اللي هي الحاجات اللي واخده ارضيات، فممكن نسلكت عليها كده ونعمل سيلكت سيم مثلا في الكلر عشان يحددهم كلهم ونديهم هنا ايه اللون الابيض. في حاجه كنت شايفها برده صغيره تاني هو برده حددها تقريبا معاهم، هنشيل كده ونشيل السيان والماجنتا. بصوا كده احنا كده شلنا البلاك، اللون الاسود اتشال، فده معناه ان اللون الاسود بتاعنا نازل صحيح ومظبوط ودرجته مظبوطه. تمام. وخصوصا الكلام الصغير في الطباعه لازم يكون نازل اللون البلاك بس، وما ينفعش يكون فيه درجات تانية علشان خاطر ده ممكن يعمل لك هزه او زغلله في عمليه الطباعه. طبعا معلش الحلقه ممكن يكون فيها شويه معلومات كتير في حته صغيره، بس انت ممكن تسيبها عندك وتقعد تتفرج عليها اكتر من مره وتستخدم الحاجات دي في شغلك عشان ما تنساهاش. انا كده التصميم بتاعي بعد ما خلصته بقى بلاك ويلو وماجنتا، مفيش سيان، السيان عندنا فاضي مفيش سيان. يبقى كده التصميم بتاعي ده في النهايه بقى 3 لون ما بقاش 4 لون. انا كده استفدت ايه؟ في الطباعه كل لون ليه حساب وليه سعر لوحده، يعني انت العميل اللي جاي لك ده هيطبع مثلا مليون نسخه، لو طبع المليون نسخه دول 4 لون غير لما يطبعهم 3 لون غير لما يطبعهم 2 لون غير لما يطبعهم لون، ممكن يكون فرق نص ثمن الطباعه عشان بس تبقى انت فاهم. فانت كده وفرت لون لان اصلا الديزاين مش محتاجه، ده بالعكس انت حسنت جوده الديزاين ووفرت لون في التصميم، فكده انت وفرت له سعر الطباعه وطلعت الكواليتي بتاعه افضل واحسن. وطبعا احنا كنا عايزين نعمل جريدينت كنا هنعمله بس برده بدرجه البلاك، فبرده هيفضل في الثلاثه لون مش هيبقى في الاربعه لون. التصميم مش محتاج ده يكون 4 لون، هو 3 لون عليه كفايه. تمام. انا كده خلاص خلصت الديزاين بتاعي. هيبقى في مراحل تانية او في حاجات تانية احنا ممكن نعملها بعد كده، بس احنا عشان الحلقه ما تطولش عن كده فاحنا هنكتفي المره دي لحد هنا. فيا ريت الناس لو عايزانا اكمل في السلسله دي ما تنساش تكتب لي كمل في الكومنتات، الموضوع ده يفرق معاك كتير جدا. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه لو مش مشترك عشان توصلك الحلقات الجايه، لان الحلقات الجايه هتفرق معاك كتير جدا وتعلي مستواك جدا في التصميم المطبوع. يا رب تكون الحلقه فادتكم، ويا رب اكون دايما عند حسن ظنكم. كان معاكم احمد غزالي واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.